سيداتي وسادتي، الخطب جلل، أو بالأحرى الوقت غير مرئي. في بشار اخترع الجيش الجزائري للتو مفهوما ثوريا جديدا، رادار بخاصية التأمل. من المفترض تقنيا أن الرادار وجد لمراقبة السماء، لكن على الحدود قررت الرادارات الروسية الخاصة بجيراننا خوض إضراب مفاجئ. لماذا؟ لأنها التقت بالنظرة التكنولوجية للمغرب، وفجأة بف، لم يعد هناك شيء. أصبحت الشاشة فارغة تماما كفراغ رفوف زيت الزيتون في أسواق الجزائر العاصمة. تخيلوا معي حال الكابرن الجزائري أمام شاشته. سيدي، أرى شيئا ما. هل هي طائرة F-16؟ لا يا سيدي، إنه مجرد تشويش. يبدو أننا نلتقط نشرة أحوال الطقس من الرباط بتقنية ال4 كلف. إنه أمر مذهل حقا. في الجانب المغربي يكفي الضغط على زر واحد لينتقل الجانب الجزائري فورا إلى العصور الوسطى الرقمية. أرادوا مراقبة تحركات الجار، فوجدوا أنفسهم يراقبون درجة غليان الشاي في أباريقهم، لأنها الشيء الوحيد الذي لا يزال بإمكانهم رؤيته دون تداخل في الإشارات. المغرب لا يطلق صواريخ، بل يطلق كلمات سر لا تستطيع الرادارات الجزائرية فك شفرتها. إنها المرة الأولى في تاريخ الحروب التي يهزم فيها جيش بإشارة لاسلكية محضة. يصرخ الكابران في الجزائر دفاعا عن السيادة، لكن من الصعب أن تكون سيدا وشاشة رادارك تشبه تلفازا من الثمانينيات يبحث يائسا عن الهوائي. الرسالة واضحة. بينما يغرق البعض في خطابات السبعينيات، يصنع الطرف الآخر المعجزات عبر الموجات. في بشار، إذا أردت أن تعرف إن كانت هناك طائرة في السماء، فلا تنظر إلى الرادار، بل أخرج إلى الشرفة واسأل جارك في الجهة المقابلة، فهو يرى كل شيء حتى نوع جواربك. باختصار، الجزائر تملك الرادارات، لكن المغرب يملك جهاز التحكم. شكرا لمن؟ شكرا للتقدم.